طيب هل ده يخلي الزمالك يجيب حكم اجنبي؟ اه اتفقوا ان الزمالك يجيب حكم اجنبي. عارفين قصه الحكم الاجنبي دي جت ازاي؟ جت في المدرجات بعد الزمالك ما جاب الجول وكسب سموحه. الاصوات بقى في المقصوره، وانا عارف الاصوات دي اللي مدى تاثيرها. حكم اجنبي، لازم حكم اجنبي عشان نكسب سيراميكا، لازم حكم اجنبي. انا كنت عايز اعرف العبقري العبقري اللي فكر في الحكم الاجنبي. هو انت فاكر الحكم الاجنبي في صالح الزمالك؟ لا طبعا مش صالح الزمالك. وش انا ما بعرفش اداري. او الحكم المصري افضل من الحكم الاجنبي للزمالك او الاهلي، بدليل الاهلي اما جاب حكم اجنبي شال 3 من بيراميدز. هو انت حكم اجنبي هيحسب ضربه الجزاء اللي حسبها الناجي دي؟ لا طبعا. حكم اجنبي مش عارف ايه، لكن الحكم الاجنبي ما فيش، لكن الحكم المصري بي... برضه بيعمل حساب للشعبيه وللجماهيريه وللجمهور. انا ما بداريش، فانا بلف وادور عشان اقول ايه. الزمالك حكم مصري ولا اجنبي بالنسبه له؟ طبعا حكم مصري، واحنا بنثق في الحكام الى اخره يعني. فانا مش عارف مين العبقري اللي اخترع حكايه الحكم الاجنبي ده. انتوا حرين. لكن الزملكاويه وصلوا لدرجه عدم الثقه في فرقتهم ان مش قادرين يحلموا بنقطه. مش بيقول لك ايه امال لو هتكسب بيراميدز هتكسب السيراميكا. وده ليه ضغوط جو